الصحابة لما كانوا يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كانوا يعرفوا الكلام ده قرآن ولا حديث. كانوا يعرفوا أن هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم فيسجلوه ويحفظوه ويفهموه ويكتبوه، بس ده حديث ولا لا ده قرآن. ده أسلوب مختلف، لأنه عارفين أن أسلوب الله سبحانه وتعالى مختلف، كلام الله سبحانه وتعالى أسلوبه مختلف تماما عن أسلوب البشر، أسلوب البشري بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والأحاديث فيها حكمة وفيها عظمة وفيها سجع أحيانا، لكن لا، ده حديث وده قرآن. حتى لما يكون الحديث قدسي، يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى بيقول، يعني تبارك، يعني الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. عارفين ده حديث قدسي، ده مش قرآن كريم، لأن ده مش لفظ القرآن، مش أسلوب القرآن. العرب كان عندهم علم باللغة جامد جدا، فمجرد ما يسمعوا أسلوب القرآن يعرفوا إن ده أسلوب القرآن. مجرد ما يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عظمته وعلى حكمته وعلى الجوامع الكلم الموجودة فيه، لكن ده لا، ده كلام بشري، ده كلام الحديث، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجلوا ده حديث ويسجلوا ده قرآن. عارفين القرآن وعارفين الحديث، بيحفظوه بيفهموه وبيكتبوه، لكن الفرق كبير. وده من الإعجاز والعظمة في القرآن الكريم، ومن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دقة أسلوب القرآن الكريم. سبحان الله.